مسا مسا على كل عشاق دحيح الافلام. تخيل تعيش في عالم مليء بالفضائيين وتلاقيهم بيلفوا حوالينا في كل مكان، وتشوف اللي عنده جسم اخطبوط وراس كلب، واللي كان برجل معزه او ايدين غزال او راس طور. يا ترى هتتاقلم معاهم عادي ولا تندم على اليوم اللي فكرت توافق على فكره وجودهم معانا على الكوكب؟ فيلمنا النهارده اسمه مين ان بلاك فوق، وبيحكي عن العملاء السريين اللي بيقاتلوا وحوش جايه من الفضاء الخارجي لتدمير البشرية وكوكب الأرض، وبينجح حميل مع الكراش بتاعته في وقف الكارثة قبل ما تحصل. ما تيجي نشوف. بيبدأ الفيلم في باريس سنة 2016، ووقتها كان في 2 من العملاء السريين رايحين يقبضوا على كائن فضائي، ولما بيطلعوا برج ايفل بيكونوا فيه 2 بيحبوا في بعض، والعملاء السريين بيطلبوا منهم يسيبوا المكان في أسرع وقت حالا لأنهم عندهم شغل مهم وخطير، وكائنات القفير هتوصل حالا ولازم يقبضوا عليهم. وبيمسحوا ليهم ذاكرتهم بعد ما عرفوا سر شغلهم، وبيظهر ليهم الوحش وبيفضلوا يضربوا عليه النار كتير لحد ما بنرجع للزمن ورا 20 سنة، وتحديدا في بروكلين. وفي بيت البنت مولي بيوصل هناك 2 من العملاء السريين اللي بيسألوا ابوها وامها عن اي وحش شافوه، وبعدها بيمسحوا ليهم ذاكرتهم مرة تانية، والبنت مولي بتتفاجئ بوجود الوحش جنبها، ولكنها مش بتبلغ عنه، بتقرر تساعده. وبتعدي السنين والبنت مولي بتكبر وبتروح تقدم على شغل خاص بأصحاب البدلات السوداء، ولكنهم بيرفضوها، وبعدها بتشتغل في قسم المحاسبة، وطول الوقت بتفضل تعمل سيرش في كل حتة علشان تقدر توصل لأي كائن فضائي أو حد ليه علاقة بشغل أصحاب البدلات السوداء اللي بيكونوا العملاء السريين. وفي يوم بيجي لها إشعار إن في كائن فضائي اسمه زنفوريان هبط في مكان معين على الكوكب، وبتمشي ورا الإحداثيات لحد ما بتروح لمنطقة مصانع، ولكنها مش بتلاقي أي حاجة غريبة أو تدل على وجود كائن فضائي، ولكنها بتاخد بالها إن في جدار عازل بيفصل بين عالمين، ولما بتخترقه بتقدر تشوف العملاء السريين مع الكائن الفضائي جيمي وهم بيقبضوا عليه، وبتكون مستغربة ومش مصدقة إنها قدرت توصل للي بتحلم بيه طول عمرها، وبتراقبهم بالعربية لحد ما بتوصل للمبنى اللي دخلوه، وكانت جاهزة ولابسة لبس أصحاب البدلات السوداء، وبتدخل المبنى وبتسأل حارس الأمن عن العملاء السريين اللي جابوا زنفوريان، وبيبلغ انهم لسه واصلين حالا، ولكن بعدها الحارس بيبلغ عنها المسؤولين. لما دخلت المبنى قفشوها وخدوها يحققوا معاها، وكانوا لسه يمسحوا ذاكرتها، ولكنها بتترجاهم يسيبوها، والمسؤولة بتطلب من العميل يوقف عملية النسيان، واتكلمت معاهم وعرفتهم ان زمان الاعدادي محت ذاكرة ابوها وامها، ولكنها ما اثرتش فيها، وطول السنين اللي فاتت وهي بتحاول توصل ليهم، وما صدقت انها لقيتهم ونجحت في اقناع المسؤولة انها تنضم ليهم. ولما المسؤولة بتعرف انها مقطوعة من شجرة بتوافق على تجنيدها معاهم، وبدأوا بعدها معاها التدريب الخاص بيها علشان تقدر تكتسب مهارات كبيرة زي الاستجواب والاسلحة والتحدث مع الفضائيين. وبعد ما عدت الاختبارات كلها وافقوا انها تنضم بشكل رسمي ليهم، وطلبوا منها تلتزم بالتعليمات والا هتطرد خارج المنشأة بعد ما يمحوا برضه كل ذاكرتها. وسلمتها المسؤولة مهمتها الأولى وطلبت منها تركز فيها علشان تقدر تكتسب سلاح ماحي الذاكرة، وسلمتها هويتها الجديدة وبقى اسمها وقتها كان العميل اتش كان مع مجموعة من الوحوش بيلعب معاهم، ولكنهم بيقلبوا عليه وبيقرروا يقتلوه، وتلدغوا أفعى السامة ليها 3 رؤوس، وضحى بنفسه ليلة علشان ياخد الترياق من الست اللي كانت بتملكه. وإم كانت بتستعد لركوب المترو اللي هيوصلها لندن لمهمتها الأولى، وأول ما ركبت المترو كل حاجة فيه اتغيرت وبقى أشبه بالسفينة الفضائية، وبيطير بيها بأقصى سرعة لحد ما وصلت لندن. ولما نزلت المحطة كانت مستغربة المكان حواليها، وكان بيمشي جنبها وفي كل مكان عدد كبير من الكائنات الفضائية اللي كانت ملامحهم مرعبة، لكن بالنسبة لواحدة زي مجنونة بالفضاء فالأمر كان بالنسبة لها عادي. وبيتقابل بعدها المدير هاي تي اللي بيكون مسؤول عن الشركة كلها الخاصة بالعملاء السريين، وبياخدها معاه المقر وبيسلمها المهمة بتاعتها الأولى وهدية بما إنها جديدة وسطهم. وفي المغرب وتحديدا في مراكش
وبيتمكن 2 من الفضائيين في قتل بشريين والسيطرة على جسمهم علشان يقدروا يتحركوا في كل مكان في المدينة من غير ما يلفتوا الانتباه. وبعدها الاتنين دول بيروحوا يقابلوا الملكة علشان يطلبوا منها تقتل واحد، ولكنها بترفض وبتعرفهم انها مش هتقدر تقتلهم لانهم في معاهدة سلام بيننا وبينهم، ولكن الفضائيين بيخوفوهم وبيوافقوا علشان ما يتقتلوش. وفي المقر بيدخل العميل اتش وام بتنبهر بيه، وبتعرف من باقي الاعضاء اللي هناك ان اتش هو اهم عميل في المنظومة كلها ونجح في انه ينقذ العالم اكتر من مرة. والبنت ام بتقع في دباديبه وبتقرر تروح تشقطه. وقتها كانت الادارة قاعدة بتتكلم عن الحادث اللي حصل في مراكش وبيحققوا فيه، وبيدخل عليهم اتش وهاي تي بيبلغوا ان في واحد من اعضاء جيبابين الملكية اتقتل وقت رحلته لسنتروس ايه، وبيحذروا هاي تي من ان الجيبابين مش هيسكتوا على اللي حصل ليهم وهيكونوا عاوزين يردوا الهجوم اللي حصل ليهم في اسرع وقت، ولكن ده كله هيأثر على الكوكب لانهم ممكن يدمروه في طريقهم. واتفقوا ان اتش يقابل فانغوس النهارده علشان يحاول يحل معاه الموضوع، وبتروح تعرض نفسها على اتش بعد ما عرفت انه هيقابل فانغوس النهارده، وفضلت تعرفه مهاراتها وانها نفسها تشتغل معاه وهتساعده، ولكنه بيرفض في الاول وبيعرفها انه بيحب يشتغل لوحده. ولكن بما ان نقطة ضعف الراجل قلبه فبيقرر ياخدها معاه وهو تطري عليه على الجو. وبالليل بيبداوا مهمتهم وبيروحوا عند النادي اللي هيشوفوا فيه فانغوس، وبيدخلوا عن طريق عربية قديمة وبيوصلوا هناك راجل عنده رجل اشبه برجل المعزة في جاءنا البيان التالي، وبيسابلهم هناك فانغوس. وكان المكان مليان كائنات فضائية من الجيبة باين وكان شكلهم غريب جدا، وكانت خايفة منه. كانت فاكرة ان اتش بيبيعها لفانغوس علشان يهدى ويحلوا المشاكل الموجودة، ولكن اتش بيطمنها وبيعرفها انه جنبها وبلاش تركز في حاجات ملهاش لازمة. وقتها كان في 2 من الفضائيين اللي قتلوا الشباب في مراكش وجايين علشان يقتلوا فانغوس، وبيتمكنوا من الصبت. وفضلت ام تحذر اتش اكتر من مرة بوجود الاتنين، ولكن اتش كان مركز في البنات واخد كل الموضوع بهزار. وبعد ما بيتصاب بيركبوه عربيته، لكن بعدها عربيته بتنفجر وتتدمر. ولما بيجروا علشان يلحقوه بيظهر ليهم الاتنين الفضائيين اللي جايين يخلصوا عليه، وكل واحد فيه طلع سلاحه وبدأ يقاتلوا بعض بكل قوة وشراهة. وطلب اتش من ام تطمن على فانغوس قبل ما يخلص على الاتنين، وفانغوس بيبلغ ام ان اتش اتغير وبقى غريب ومش هو ده اتش اللي يعرفه ومش قادر يثق فيه. وبعدها فانغوس بيطمن لام وبيسلمها حجر مهم هيقدر يحمي كل العملاء السريين من خطر الاشرار، وطلب منها تخبيه كويس ومحدش يعرف بيه. وبيموت فانغوس وبيوصل باقي العملاء السريين وبيحاولوا يسيطروا على الاتنين الاشرار، ولكنهم بيختفوا تحت الارض ومحدش بيلاقي ليهم اي اثر. وبيرجعوا بعدها عند هاي تي اللي بيبلغهم ان فصيلة الجيبة بين عاوزين يقتلوهم لانهم ما قدروش يحموا فانغوس وكانوا السبب في موته. وبعدها بيقدروا يتوصلوا لحقيقة الاتنين اللي قتلوا فانغوس، وكانوا عبارة عن نوع اسمه ديادنوم من المجموعة الشمسية التانية في كوكب تيراكو اللي بيكون ارض القفير اللي هزموا زمان العميل اتش. وعرفوا ان الحمض النووي بتاعهم حصل له تجلط مع طفرات القفير، وانهم بيقدروا يستولوا على اي جسم بيدخلوه وكمان بيدمروه بشكل تام، وانهم عبارة عن جزء من القفير. ولكنهم ما كانوش فاهمين ليه بعتوهم لحد هنا عندهم علشان يقتلوا واحد من العائلة الملكية للجيبابين. وحاولوا يعرفوا هل فانغوس كان معاه حاجة هم عاوزينها ولا كان يعرف حاجة خطيرة، ولكن كان يعرف حاجة خطيرة. وحاول تي يستفسر من اتش عن اي معلومة تساعدهم، ولكنهم اتش ما كانش عنده اي معلومة باي حاجة حصلت او بتحصل. وطلب المساعد سيلي هاي تي انهم ينهوا خدمة اتش وام لانهم فشلوا في مهمتهم، وطلع جهاز علشان يعمل لهم محو الذاكرة، ولكن هاي تي رفض ومنعوا من تطبيق الاجراء عليهم. وقتها بلغتهم ام انه لو مسح ذاكرتهم مش هيقدر يعرف الحقيقة نهائي. وفهمتهم ام ان محدش كان عارف مكان فانغوس غيرنا احنا بس، وكم واحد من العملاء السريين. وبما ان فانغوس مش هيقولوا عنوانه لحد، فبالتالي في جاسوس وسطنا هنا وبيخنا وهو السبب في كل حاجة حصلت. وقتها طلب هاي تي من سين يلاقي القتلة وما يحاولوا يعرفوا مين الجاسوس. وطلب هاي تي كمان من ام انها تشتغل مع سي علشان يلاقوا القتلة، وكلفها بمهمة انها تلاقي سلاح يقدروا من خلاله يقضوا نهائي على
ديان، وما نحتش اخر فرصه قبل ما يعزلوا من المهمه نهائي. وبعدها بيروح اتش ياخد ملف القضيه مره تانية من سي، وبياخد ام معاه علشان تساعده، وبيقدروا يتوصلوا لنوع السم اللي قتلوا بيه فانغوس وهو مخدر زيفوس النقي. وقرروا يطلعوا على التجار اللي بيعملوه علشان يحققوا معاهم، وبعدها بيطلعوا على مراكش في المغرب علشان يقابلوا رضا ويعرفوا منه كل حاجه خاصه بالمخدر. والاتنين الفضائيين بيوصلوا هناك وبيقتلوا الشخص اللي كان رايح اتش قبله. وفي المقر المساعد الخاص بتاع سي بيسلموا فيديو الكاميرات المراقبه وقت موت فانغوس. صور فانغوس وهو بيسلم ايمي الحجر السحري الصغير اللي طلب منها تخفيه وتاخد بالها منه لحد ما يجي وقته. وسي بيكتم على الموضوع ومش بيعرف حد، على الرغم من انه بلغ المساعد انه هيقول كل حاجه لهايتي. وبعدها بيدخل اتش عند الجنيات الصغيره وبتكون كلها ميته الا واحده منهم، وبتضرب عليهم نار، ولكن بيهديها اتش وبيسالها ايه اللي حصل هنا، ولكنها ما بتعرفهمش الحقيقه. وقدرت ام تكسب ولقها وبقت تابعه ليها وخدوها معاهم. وقتها ام كانت عاوزه تقول لاتش على الحجر اللي خدته من فانغوس، لكن اتش طلع سرق منها الحجر وفاجئها بيه، وفضل يلوم فيها انها ما عرفتوش من وقت ما خدته. ولكن لحظتها بيوصل ليهم عدد كبير من العملاء، ولكنهم ما كانوش فاهمين هم موجودين ليه في مراكش عندهم تحديدا. واتش كان شاكك انهم وقعوا في مصيبه. وهايتي بيوصل المقر وبيسال سي عن اللي بيحصل، وسي بلغوا ان الحجر ده سرقه فانغوس من وزاره الحرب للجبابين من اسم تطوير البحوث، وجابها معاه لحد هنا، وان الحجر ده مع اتش وام حاليا. طلب منه هايتي يقبض عليهم في اسرع وقت. وهايتي اتصل باتش وفهمه ان العمليه اللي بتتم دي مش هو اللي امر بيها، وطلب منه يهرب في اسرع وقت ويكلمه مره تانية يطمنه. واكد له شكوك ام ان ممكن فعلا يكون في جاسوس في المقر، وكان شاكك هايتي في العميل سي. وطلب اتش من ام انها تاخد الحجر وتهرب بيه قبل ما هو يحاول يضلل باقي العملاء السريين. وخلعت ام والعملاء السريين بداوا يطاردوا اتش اللي خد مركبه من نزار يهرب بيها. وقتها كانوا الاتنين اللي من القفير بيراقبوا ام علشان ياخدوا منها الحجر، وبيظهروا قدامها وهي حاولت تهرب منهم لحد ما حاوطوها. قبل ما يقضوا عليها بيوصل اتش بالمركبه وبيهربوا بيها بعيد عن الارض. والعملاء السريين رجعوا يطاردوهم مره تانية، وقبل ما يقبضوا عليهم بيطيروا بسرعه الصوت وبينتقلوا للصحراء. وفجاه شافوا الحجر اللي خدوه من فانغوس بيتحرك ويتحول وبقى عباره عن سلاح عملاق، وكان عباره عن سلاح انفجاري حراري نووي اللي اساسه نجم عملاق ازرق مضغوط. واتش كان عنده فضول يجربوا السلاح، ولما خلوه على اقل قوه اكتشفوا انه قادر يعمل حفره في الصحراء بطول اكتر من 2 كيلو وعلى عمق يزيد عن 1000 متر. وكلهم كانوا مبهورين بقوته الكبيره لانهم اول مره في حياتهم يشوفوا سلاح بالقوه المدمره اللي قدامهم حاليا. راح العميل سي بلغ القائد هايتي ان اتش وام هربوا منهم، وحصل ما بينهم جدال لان سي كان شايف ان هايتي بيحاول يحمي اتش مهما غلط. وهايتي اتنرفز عليه وطلب منه يلزم حدوده. في الصحراء نجح مخلوق صغير اسمه بسام انه يسرق الحجر المدمر من اتش وام وهرب بيه. واتش بلغ ام انه اكيد واخد الحجر ده لرضا تاجرة السلاح المدمرة، انها مستعدة تدفع اي فلوس مقابل انها تاخد الحجر ده. وبيصلحوا المركبة بتاعتهم وبينطلقوا بيها ناحية نابولي عند حصن رضا المنيع اللي بيدخل منه حد ما بيخرجش منه غير وهو ميت. وبيشوف رضا في الكاميرات وجود اتش، وبينزل الحارس بتاع لوكا يستقبله، لكن لوكا ما كانش طايقه. وبيدخل اتش مع لوكا عند رضا، وبيكون ام مستخبيه في المركب. وبيدخل اتش يقابل رضا وبيحاول يأثر عليها بالحيوان الأليف اللي معاه اللي اسمه بيدق، ولكنها بتكون عارفه انه جاي علشان السلاح المدمر اللي اشتريته النهارده. وبعد ما عدت منه الحيوان طلبت من رجالتها يرموه بره. وفي الخارج بيتخلص اتش من حراسها وبيحاول يتسلل عندها مره تانية. واتصلت رضا على سيباستيان وعرضت عليه السلاح اللي يقدر من خلاله يدمر اي نظام شمسي. وهنا بيدق كسر الزجاجه اللي فيها علشان رضا تجري وراه، ودخل ام من الشباك تسرق الحجر بعد ما قفل اتش نظام المراقبه الخاص بالكاميرات. وهجمت رضا على ام ودخلوا في قتال مع بعض في نفس الوقت اللي لوكا راح عند اتش يعلمه الادب. وقامت بينهم هما كمان معركه خطره. لوكا كان قوي جدا وما كانش قادر اتش يضربه ضربه واحده حتى، وسبب قوه رضا في ايديها الثالثه اللي كانت خارجه من ظهرها. وام ما كانتش قادره تجاريها في القتال، ونجحت ام في الاخر انها تضرب رضا وقيدت حركتها، ورجعت تستحوذ على الحجر مره تانية في نفس الوقت اللي لوكا جاب فيه اتش عندهم بعد ما عدموا العافيه.
بالعافيه. علشان تحافظ ام على روح اتش قررت انها تتخلى عن الحجر لان لوكا هددها بقتله في الحال، وطلبت رضا من لوكا قتل ام واتش في الحال، ولكن عرفت ام ان لوكا من التنتين وبلغتهم انها زمان قابلت واحد منهم، وطلع الوحش الصغير كافولا اللي قابلت مولي لما كانت صغيره هو نفسه لوكا اللي قدامها. ونجح لوكا في انه يتعرف عليه وساب اتش اللي كان خلاص بيقتله، واتصدمت رضا من اللي شافته، ولوكا غير اتجاه سلاحه ناحيه رضا وطلب منها تسلمهم الحجر. وبعد ما خدوه خرجوا بره رجع ليهم تاني الاتنين اللي من القفير وحوطوهم وطلبوا منهم ياخدوا السلاح علشان يقتلوا بيه القفير. ونجحت ام في تفعيل السلاح وطلبوا منهم يثبتوا مكانهم بدل ما ينسفوهم، ولكن قبل هجوم القفير بيوصل هايتي وبيتمكن من قتلهم هما الاتنين بعد ما زود نسبة الإشعاع اللي طالعة من سلاحه. وبعدها ام بيسلم هايتي السلاح المدمر وبيرجعوا للمقر مع بعض، وطلب في المقر من مساعدته انها تبلغ المسؤولين الجبابين ان السلاح معاهم في امان. وكل اللي كانوا في المقر كانوا بيحيوا ام واتش على شجاعتهم بحل القضية، ولكن وقتها كان اتش وام حاسين ان في حاجة غلط، خصوصا بعد ما افتكروا كلام الاتنين من القفير اللي قالوا انهم عاوزين السلاح لقتل القفير على الرغم من انهم منهم. ده غير انهم قالوا كمان انهم هيعملوا اي حاجة علشان يحموا كوكبهم، وافتكروا ان اللي قال انهم من القفير هو هايتي، وقرر اتش يدخل تاني على تحليلات الشخصين علشان يعرف حقيقتهم. واتصدموا لما شافوا الملف ممسوح وكانوا شاكين في هايتي يكون هو الجاسوس. راح اتش وام يشوفوا سلاح الجبابين ولكنهم اكتشفوا انه مش موجود، ونزلوا طردوا هايتي وقابلهم سي في السكة وعرفهم انه هايتي الجاسوس. وطلب اتش من سي يستنى في المقر لان كل العملاء هيصدقوه لو بقى هو الوريث لحكم هايتي. واتش خد ام وطلعوا بالعربيه يطردوا هايتي اللي كان موجود في باريس، وشافوا وقتها القفير وهو بيتحرك وبيقرب من الغلاف الجوي للارض، وبيقربوا من برج ايفل وبيكون القفير بدا عمليه رجوعه. ولكن وهم طالعين بلغته ام انه اكيد ما قتلش القفير، وان اليوم اكيد حصل له مسح ذاكره وما كانش معاه حتى وقتها غير هايتي سبب كل المصايب اللي حصلت وبتحصل. وبيطلعوا على سطح البرج عند القفير، وهناك بيفاجئهم هايتي وبيعرفهم انه سبب كل حاجه حصلت وانه لازم يسلم السلاح للقفير علشان يضمن دمار كل الكواكب ويأمن نفسه. ولكن اتش منعه من انه يبدا العمليه، وبلغوا انهم ما هزموش القفير زمان وانه مجرد عمل له مسح لذاكرته علشان يخليه ينسى كل اللي حصل. واتفاجئوا ان هايتي ما بقاش هو بنفسه وان القفير ساكن جواته للفتره اللي فاتت. وبدا القفير يهاجم اتش علشان يقتله ويدمر كل الكواكب. ووقتها وقعت ام في البعد الدودي اللي كان هينقلها لكوكب وزمن تاني، لكن بيجي بيدق وبيقدر ينقذها من قلب الممر. وحاول اتش يأثر على هايتي ويرجعه من تاني هايتي اللي كان بيعتبره ابنه بيقاتل وبيحارب معاه على طول. وتأثر هايتي من كلام اتش واستغلت ام الفرصة وخدت الحجر. قبل ما يطلع القفير الحقيقي من بوابته الزمنية بتفعل ام السلاح وبتنجح في تدمير القفير وتدمير كل بوابته للأبد. وبتيجي المحققة وبتسلم جهاز محي الذاكرة لام بعد ما قبلوها معاهم وبقت من ضمن الفريق، وهتمسك مكتب لندن. وكمان رقت العميل اتش وبقى هو مسؤول الاختبارات في المقر علشان يرتاح وياخد نفسه شوية من كل المعارك اللي خدها طول الفترة اللي فاتت. وفهمته ان كل الإدارة واقفة معاه وخصوصا سي. وبيخلص هنا الفيلم.